أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة الروندو. معكم عبد الصمد. أولا قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى لكل من يشاهد هذا الفيديو يعمل لايك إذا عجبه الفيديو، ويعمل سبسكرايب إذا عجبته القناة. وفي هذا الفيديو غادي نتحدثوا أو بالأحرى غادي نديروا تعليق على الإعلام الجزائري اللي دار حصة كما يقول الجزائريون أو برنامج قبل الحفل الذي أقيم في مراكش، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتحدثوا عليه وداروا تعليق أو داروا ردة فعل، وحنا غادي كذلك نديروا عليهم ردة فعل في هذا الفيديو. نبداو نشوفوا الفيديو ونعلقوا. ديسمبر غدا في مراكش بسبب هذه الصور المخزية صراحة. كنا تحدثنا عليها على كل حال في حصة بالمكشوف يوم الخميس. أعطينا صور. كما كتشوفوا بدا الفيديو ديالو بعبارة بكلمة مخزية باش يعبر بطبيعة الحال الغضب ديالو على عدم وجود بطبيعة الحال رياض محرز. نخليه يتحدث ونتحدثوا على عدم وجود رياض محرز في اللائحة النهائية. اللي ترشحوا لهذه المسابقة أو لهذا الحفل صور أحسن لاعبين في الكاف، للاعبين لم أعطينا صور من فضلك لم يحصلوا الموسم الماضي. أوسيمان حصل إلا على سكوديتو بطولة وأحسن هداف، لم يتأهل في رابطة الأبطال، لم أقصي أيضا. خلينا نشوف الصور. لا لا تأهلوا نابولي كانوا يلعبوا. لا ما وصلش إلى ما وصلش حتى إلى الدور. تيليمينو مع ميلوانسي فوالا ما لحقوش أدوار متقدمة في رابطة الأبطال. طبعا تأهلوا لأنهم فازوا بسكوديتو، وأيضا في إيطاليا الأربعة الأوائل عندهم حظوظ أنهم يشاركوا في رابطة الأبطال. نتقاطع عليش أمين باش نقدر بك نكمل الفكرة. كأس أنا بطبيعة الحال قال له ما تقاطعنيش، علاش؟ باش يخليه يمرر الرسائل ديالو بشكل واضح. وهنا شوفوا كيفاش غادي يتفادى الحديث على كأس العالم بالنسبة لأشرف حكيمي، وغادي يقول أنه أخذ فقط الدوري الفرنسي. إيطاليا تم إقصائهم في كأس إيطاليا أيضا في أدوار متقدمة، حصل إلا على البطولة. أشرف حكيمي لم يحصل إلا على البطولة كمدافع في البطولة الفرنسية فقط. صلاح محمد صلاح اللي هو قيمة ثابتة لكنه لم يحصل ولا على أي لقب في البطولة الإنجليزية مع ناديه ليفربول ولا مع المنتخب المصري. لم يشارك حتى في كأس. وهنا بطبيعة الحال بغيت نهضر على واحد القضية، هو أنه نتخيلوا لو كان المنتخب الجزائري هو اللي دار الإنجاز في كأس العالم في قطر، كيفاش كانت غادي تكون ردة الفعل الإعلام الجزائري والشعب الجزائري الشقيق تجاه عناصر المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الجزائري بشكل عام. كانت غادي تكون مختلفة بطبيعة الحال، وكانت غادي تكون الهايلالا كما كنقولوا باللهجة المغربية. ثلاثي من طرف الكاف. أعطينا صور الموالية لأحسن، خلينا من أحسن الحراس. أحسن الحراس طبعا خلينا من أحسن الحراس لأنها مستحقة البونو، وما عندوش شي مبرر آخر اللي يقول عكس هذا الكلام. ما صابش كيدير يتيري على بونو وقال خلينا نفوتو باش نتيري، باش نلقى فين نتيري ونلقى الأسباب والعذر باش نتيري في المنتخب الوطني. وهنا بهذا الفيديو بطبيعة الحال هما كان موجه فقط للمغرب والمنتخب المغربي وعقلية المؤامرة اللي عند الإخوان الجزائريين الله يهديهم. هذه مشكل كبير غنتحدثوا عليه في آخر الفيديو. صن داونز الذي لم يفز برابطة الأبطال داو اسمها واش دا سوبر كوب افريكان. سوبر افريكا داتها لا مع الاهلي اللي لعبوها لا دانيير فوا. لا نتكلموا حنا على الموسم هذا من نوفمبر الى نوفمبر. هما قالوا حنا الوداد البيضاوي لم يفز ايضا لا بكاس رابطه الابطال ولا بكاس الكاف. الاهلي فاز برابطه الابطال لكنه خسر سوبر كوب مع اتحاد العاصمه اللي فاز بكاس الكاف. الموسم الماضي اللي فاز بكاس الكاف وبلا سوبر كوب داروه اللي هو نهضه بركان، داروه مع احسن الفرق. غريبه انه اتحاد العاصمه ليس متواجد رغم انه فاز بلقبين، في حين انه اعطينا صور احسن المدربين. مع احسن المدربين تم وضع عبد الحق بن شيخه
الذي يبدو أنه لم يدرب اتحاد العاصمة لأنه فاز بلقبين مع اتحاد ما العاصمة. روح تفهم ما تقدرش تفهمها. يعني حتى تجي تفهم ما تقدرش ما تفهم. تقدرش. داروا هنا بطبيعة الحال عندهم الصح، لأنه كاين شي حوايج غير منطقيين. مثلا اتحاد العاصمة كان خصو يكون موجود مع الثلاثي، قدم موسم كبير وفاز بلقبين. ووجود طبعا عبد الحق بن شيخة هو وجود منطقي وعادي جدا وجوده كمدرب بين الصفوة في افريقيا. كاملة الأركان يعني، ولا ما عنده حتى شرم. هذا لو بالون دور هذا أفريكا محمد قاسي سعيد. شيء غريب وغريب جدا. كيف وجدت قرار المقاطعة من طرف السيد وليد صادي والاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ بالطبع عادي المقاطعه، أقل إيمان، أضعف الإيمان. كان لازم يقاطعوا. وأنا واحد الوقت ما كانوش يقولها ماشي لاكافر دول لاكاف، هذه هي لاكاف تاع الصح. هذه ما عندها حتى مصداقيه. تصور دوكا كيفاش تحسب تاع العام 2023 ولا 2022 هذه الجائزات هذوما؟ هما حسبوها من كأس العالم، كأس من العالم في نوفمبر إلى نوفمبر خلاص. الحالي تاع العام. لا شفت خاطر كاس العالم بدا 20 نوفمبر وخلاص 18 ديسمبر 2022. هما هنايا بطبيعة الحال راهم يتوقعوا أو كيقولوا، لأن بزاف المصادر قالت أن أشرف حكيمي هو اللي خدا أحسن لاعب وعبد الصمد الزلزولي هو أحسن لاعب شاب. وهنايا راهم يتحدثوا بهذا المنطلق، وأنه راه صافي مضمون المنتخب المغربي، ولكن ما خداهاش حكيمي وما خداهاش عبد الصمد الزلزولي، وخداها أوسيمين ولاميني الكامارا. لا يعني ما عندك ما تهضر لا فيها. شوف، هذه شغل نهضرها بكل صراحه، هذه حقره. وانا في راسي يجي يقول لك محرز يدي بالون دور في المروك جزائري، هذه ما تدخلش في البال. هذه تخممها باينه شغل ما باسكو كي تشوف انت كيما قلت مقبله صالح على بالك بلي كرون جوار وبارمي لي ميور جوار دو موند. ما داوش اللي انتم كنتوا تحكوا على حسب لا سيزون اللي دارها العام اللي فات. ليفربول ما داو حتى لاقب، صالح ما كانش في احسن احواله، لا مع المنتخب ولا مع النادي. المنتخب ولا هذا العام احنا بوكو بلوس نهضروا على النادي. وانت كيما قلت دي 3 تيتر، هي سي فري. بالك محرز نقول لك باللي اللي رجعوا في هذه الوضعيه سي غوارديولا. كيما لا فينال. نو ما لعبش لا فينال، ما لعبش دومي فينال، من حافله فينال تاع الافين كوب هذيك، فهمت؟ انا نقول لك غوارديولا ما نقولكش باللي ما عندوش الحق، ولا هو اللي على بالو باللي هو اللي على بالو واش كاين في المجموعه ديالو. نعم. وانت تهضر دوكا مع غوارديولا تقول علاش نحيت محرز، يقول لك انا ديت تشامبيونز ليغ وديت لاكوب وديت كذا بلا محرز. لا ما فهمتنيش. شارك في شارك. نو حبيت نقول لك على لا فينال. لا فينال ما لعبش دومي فينال خلوه بلاصه محمد انا نهضر وانت تقول لي قلت لك ما داش. هذه كانت أكثر لقطة ضحكتني في هذا الفيديو هذا أو في هذا البرنامج هذا، هو أنه السيد بغى أنه يتحدث بواحد الشكل اللي هو موضوعي، ولكن ما خلاوهش، بقاو يقاطعوه وخافوا أنه ما يوافقهمش في الرأي ديالهم ويخرج على الخط التحريري ديال البرنامج اللي هو المهاجمة وتبني فكرة المؤامرة. أكبر دليل على أنه البرنامج أو هذه الحلقة بالضبط كانت موجهة للمغرب وموجهة لتبني فكرة المؤامرة هو أنه تجاهلوا تمام الحديث على صلاح وبقوا متيرين في حكيمي. ومع أنه بطبيعة الحال حقية حكيمي في التواجد في اللائحة هو غير قابل للنقاش، في حين أن صلاح لا يستحق التواجد مع الثلاثي في ظل وجود محرز وإنجازات محرز هذا العام. وأنا متفق معهم هذه الناحية أن محرز كان مظلوم وظلم محرز، ولكن ما عندهم حتى دليل أن المغرب له دخل في هذه القضية هذه. ما غاديش نطول عليكم بزاف، وغنتحدثوا بصراحة على الموضوع بشكل عام. الموضوع بشكل عام هو أن هناك فشل للكرة الجزائرية، يعني فشل بشكل عام، فشل على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي. هذا الفشل بطبيعة الحال خص كبش فداء أو خص تهمة يتهموا شي واحد ويلصقوا فيه الفشل ديالهم. والمغرب قوة ديالو والحضور ديالو التطور ديالو شوية بشوية وراه يحرجهم أمام الشعب الجزائري وأمام العالم. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، نتلاقوا في فيديو آخر. ما تنساوش لايك وسبسكرايب إذا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.